احنا كده كده باشمهندسين على فكرة. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. طبعا نزلت لكم اسك على الانستجرام وقلت لكم لو انتوا حابين ان احنا نعمل سلسله نتكلم عن كل الكليات ونختص ناس كده من ذات الكليه نفسها، وما كانش عندكم مشكله وحبيتوا الفكره جدا عشان نشجع ونقول لكل بتوع الثانويه العامه عن كل المعلومات عن الكليه دي بقدر الامكان يعني. فطبعا خير ما نبدا به هي كليتي. انا نادر ايهاب، كليه حاسبات ومعلومات سنه ثالثه للي ما يعرفش. فخير ما نبدا به طبعا هي الكليه بتاعتي، وهي احاول على قدر الامكان ان انا اجاوبكم على كل الاسئله اللي انا حاولت اجمعها كده، واللي هي الاكثر شيوعا كده ومتداوله، حبيت ان انا اجاوبها لكم. طبعا لو عندكم اي سؤال بخصوص الكليه دي اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد عليكم ان شاء الله. وكمان لو حابين نعمل الفيديو الجاي يكون عن كليه ايه عشان ابدا احضر. فيلا بينا نبدا الاسئله. بص من هنا عشان خاطر افتكر الاسئله. اول حاجه، هي الكليه بتاخد من علمي ولا ادبي ولا الاثنين؟ بص، كليه حاسبات ومعلومات زمان كانت بتاخد من علمي رياضه وقسم واحد من علمي علوم، ولكن دلوقتي هي بتاخد من علمي بس، اللي هو علم رياضه او علم علوم ايا كان الاثنين. والاثنين بقى واحد، تدخل اي قسم من الاثنين مفيش اي مشكله. طب مجموعها من كام عشان ادخلها؟ بص، عشان نكون متفقين عن السؤال ده انا عمري ولا اي حد هيعرف يجاوبكم عليه، لان كل سنه التنسيق بيتغير ومجموع الكليات بتتغير على حسب الدرجات والمجاميع. فالسؤال ده انا عمري ما هعرف اجاوبكم عليه ولا اي حد هيعرف يجاوبكم عليه. ثالث سؤال، هي الكلية كام سنة؟ هي الكلية 4 سنين، وفي قرارات إن هي هتبقى 3 سنين، فإحنا منتظرين يعني، بس خلاص إحنا مش فارقة معانا بقى، خلاص كده يعني. هل الدراسة فيها بالإنجليزي ولا العربي؟ لا، الدراسة فيها بالإنجليش كلها. فأنت لو ضعيف شوية في الإنجليش هتتعب شوية، بس يعني هتجني بعد كده حاجات حلوة جدا. طب إيه التخصصات الموجودة بشكل عام؟ بص، التخصصات الموجودة بشكل عام عندكم AI ذكاء اصطناعي، CS سايبر سيكيورتي، وCS كمبيوتر ساينس، تمام. IT انفورميشن تكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات. ده غالبا كل اللي انا متذكره حتى الان، لان احنا الكليه عندنا لو عارفين انا في كليه جامعه النهضه، هم عندنا تخصصين بس، CS اللي هي كمبيوتر ساينس، وIT اللي هي تكنولوجيا معلومات. سادس سؤال بقى، وهو لو بكره ماده في ثانويه عامه وهي اساس الكليه، هل هتاثر عليا ومش هعرف امشي في الكليه ولا لا؟ بصوا يا جماعه، زي الماث او الفيزيكس وكده. بصوا، بالذات ده انا هختصه لبتوع علمي علوم. بتوع علم رياضه بالنسبه لهم الماث الى حد ما حلو جدا، والفيزيكس حلو جدا. تعالوا بقى بتوع علمي علوم، لان انا كنت علمي علوم. الماث، بص، الماث انت لو فهمت من المحاضره، حتى لو ما فهمتش من المحاضره، شفت على اليوتيوب وشفت الخطوات بتمشي ازاي وطبقت عليها، انت اوريدي خلاص الماث بالنسبه لك بقى كويس جدا. يعني هو الماث كله في الاخر انت تعرف الستبس بتاعته، وانك تطبق عليه، وانك تحاول تشوف دماغ الدكتور ماشيه ازاي، او ان هو امتحاناته ماشيه ازاي، او السؤال اللي بيركز عليه اكتر، وهكذا. بالنسبه للفيزيكس، انا مش هقدر اقول لكم حاجه في الفيزيكس بصراحه، لان انا كده كده كنت بكره الفيزيكس في ثانويه عامه، واثرت معايا جدا جدا في الكليه. فمش هقدر بصراحه اتكلم نهائي عن الفيزيكس، بس هي يعني جبت فيها درجه مش حلوه جدا في الكليه. فممكن تحاول انك برضو تعمل نفس استراتيجيه الماس كده، انك تشوف الفيزيكس وتشوف دماغ الدكتور، ولو مش فاهم حاجه ممكن تشوفها على اليوتيوب. طب هل الكليه اكتر نظري ولا عملي؟ بص، هو الكليه اتنين في واحد كده، نظري وعملي. نظري وعملي ازاي؟ هم هيدوكوا المحاضرات كلها تبقى نظري، مفيش محاضره تبقى عملي. يعني لو عندك مثلا 6 مواد، 6 مواد فيهم نظري، وال6 مواد برضو فيهم عملي، فهم ماشيه اتنين. لكن كالشغل الرئيسي انت هتشتغل يعني هتشتغله عملي ولا نظري؟ لا، انت هتشتغل عملي كده كده. بس النظري جزء مهم، لان هيعرفك انت فاهم ولا مش فاهم. هل اسم الكليه بيفرق عن بعضه؟ لا، حاسبات هي علوم حاسب، هي كمبيوتر ساينس، كل واحد ونفس المواد. لو بس مثلا هتبقى تختلف، مثلا ده بياخدها في سنه اولى، ده بياخدها في الترم الثاني في سنه ثانيه، ده بياخدها هكذا، بس هي تختلف بس المواد بتاخدها في اي. هل الكليه صعبه؟ لا، بصوا يا جماعه، الكليه مش صعبه صعوبه جامده جدا. لا، الكليه انت لو ذاكرت اول باول المحاضرات وطبقت عملي كمان، الكليه هتبقى سهله جدا ومش هتكون صعبه. طب هل محتاج كورسات ولا الكليه كفايه؟ بصوا، الكليه بتاعتنا دي عمرها ما هتكون كفايه ابدا. بصوا، دايما انا واصحابي بنقعد نقول ايه، ان الكليه اي ماده بتدانا في الكليه دي تعتبر كده اكننا بنفتح اليوتيوب بنشوف مثلا الماده دي بتتكلم عن ايه في ملخص 5 دقائق بس. لكن عشان خاطر ان انت تتمكن من الماده دي وتكون بروفيشنال وادفانسد في الحاجه دي، انت محتاج كورسز
كتير جدا جدا، ولازم تشوف انت بتحب التراك ايه المعين عشان تبدا تاخد الكورس فيه. طب ايه اكتر تخصص منتشر في السوق؟ بص، هو انا شايف في تخصصات كتير، بس انا سالت حد من صحابي قال لي ان هو الويب هو اكتر تخصص منتشر في السوق، اللي هو انت تعمل تطبيقات مواقع كده. بس انا شايف ان اكتر تخصصات منتشره في السوق حاليا هو الويب، زي سواء كان الفرونت او الباك اند. الفلاتر برضو منتشر جدا في السوق، الداتا اناليسيس برضو منتشر جدا في السوق، واعتقد هم دول المنتشرين. بس بصوا يعني معظم التخصصات كلها منتشره في السوق ما عدا تخصصين، وخلي بالكم من التخصصين دول، وهو الجيم ديفلوبمنت والثانيه الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي وتطوير الالعاب الاثنين مش منتشرين في السوق المصري. ليه؟ لان مصر لسه ما اتطورتش في الموضوعين دول. الذكاء الاصطناعي موجود بس مش في مصر، موجود في الدول الاجنبيه بره، تحفه يعني، جبار جدا. لكن في مصر لا، يعني ما وعدكش ان انت ممكن تتخرج تلاقي ايه شغل. والجيم ديفلوبمنت برضو مش ماشي برضو في السوق. هو يعني لو انت حابب الجيم ديفلوبمنت انت ممكن تبقى لوحدك كده تشتغل على الجيم ديفلوبمنت وتطور نفسك فيه. هشتغل ايه بعد ما اتخرج؟ هشتغل مهندس برمجيات، طبيعي جدا. لما تشتغل زي ما قلت لك في الباك اند، تشتغل في الفرونت اند، تشتغل في فلاتر، ممكن تبقى موبايل ابلكيشن سواء كان اندرويد او اي او اس، او تجمع الاثنين وهو فلاتر. ممكن انك تشتغل داتا اناليسيز، ممكن انك تشتغل في بنوك. تعالوا بقى اقول لكم ممكن تشتغلوا ايه المواقع اللي ممكن تشتغل فيها. ممكن تشتغل في بنوك، ممكن تشتغل في سفاره، ممكن تشتغل في المطارات، ممكن تشتغل في شركات عالميه، ممكن تشتغل فريلانسر. ده كله انت ممكن تشتغله. طب لو ذاكرت زي ثانويه عامه هجيب تقدير وهطلع من الاوائل كمان، ده ما فيهاش كلام خالص يا جماعه. طب ايه النصيحه اللي تقولها تحت بند ما تغلطش غلطتي؟ بصوا بقى، عشان انا سالت السؤال ده برضه واحد صاحبي، وانا هجاوبكم انا بقول ايه وواحد صاحبي بيقول ايه. اولا انا بقول لكم ان انتوا ابداوا يا جماعه تاخدوا التراك بتاعكم من سنه تانية. يعني ايه التراك بتاعكم من سنه تانية؟ انت تبدا عندك تخصصات كتيره جدا، عشان تعرف لازم تمشي في تخصص معين من سنه تانية بالذات. يعني سنه اولى هنقول لك لسه في الاول ومش عارف ايه، اول ما تبدا سنه تانية لازم تاخد تراك، لازم تشوف التراك هتبدا فيه وتتفوق فيه وتعمل بروجكت، وتحاول ان انت لو هينفع ان انت تشتغل فيه وتجيب منه فلوس كويس جدا، لانه هينفعك في التخرج كمان. صاحبي قال ايه؟ صاحبي قال ان انتوا لازم تجيبوا في سنه اولى جي بي اي عالي، لان هو اصلا هيكون الاساس، وكل السنين هتعتمد على الجي بي اي في سنه اولى، ودي برضو من الحاجه المهمه جدا. دي كانت كل المعلومات عن كليه حاسبات ومعلومات. لو عندكم اي سؤال قولوا لي في الكومنتس، هرد لكم عليه ان شاء الله. وكمان لو اي حد في كليه حاسبات ومعلومات يقول لي في الكومنتس برضو، ويقول لو في حاجه ما قلتهاش او حاجه قلتها غلط يقول لي في الكومنتس وبس. وان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي، وان شاء الله يكون حاولت افيدكم بما فيه الكفايه. وبس كده، احنا برضو مهندسين.